يعني خلونا نتكلم بهدوء هسه، بهدوء بدون عصبية. اللاعب بالمنتخب بالنادي من يلعب شنو يردون من عنده؟ يعني المدافع شنو يردون من عنده؟ يقطع كرة حتى ما تروح لحارس المرمى. زين حارس المرمى شنو يردون من عنده؟ يصد الضربات اللي تجيه حتى ما تصير جول. الوسط شنو يردون من عنده؟ يصير وسط بين الدفاع وبين الهجوم، ينطي مناولات للهجوم. يعني أنا أقول شنو يردون من عنده، يعني هو من يلعب بهذا المكان المفروض يسوي هذا الشيء. يعني هو تأهل للنادي وانسحب وينطونه فلوس وينطونه يعني مؤهلات كثيرة ويخسرون عليه فلوس. زين بقت لنا مركز واحد اللي هو مركز الهجوم. الهجوم شنو نريد من عنده؟ الجمهور والنادي ورئيس الاتحاد يريد من عنده يسجل أهداف. المهاجم يردون من عنده يسجل أهداف، يعني لا يردون من عنده يصد طوبات مكان الحارس، ولا يردون منه يدافع، ولا حتى يردون من عنده يسوي اسيستات، يناول مناولات. يردون من عنده يسجل أهداف. أوكي، يعني الفريق كله واحد يكمل الثاني. حارس المرمى يصد ينطيها للدفاع، الدفاع يناولها للوسط، الوسط يناولها للهجوم، والهجوم يسجل هدف. أوكي، لحد الآن ما مختلفين. هاي مقدمة حلوة حتى أذكركم بالهجوم. اللاعب المهاجم من يسجل هدف، هذا اللاعب المهاجم من يسجل هدف هو مطلوب منه يسجل هدف. مثل ما قلنا كل واحد مطلوب من عنده فتشي، فهذا من سجل هدف هو الجهد مال الفريق كلله بالهدف، لأن هو كلها تلعب على موده. الجولتش يصد والدفاع يصد والوسط يناول له على مود يقول، هو شغلته بس يقول. زين هنا السؤال، هذا الهجوم من يقول ليش يعتبر نفسه هو وبس؟ ليش الناس تعتبره بس هو اللي جاب الإنجاز، بس هو اللي سبب فوز الفريق؟ شلون يعني الفريق كله يلعب فهو بعدين دخلها بالهدف. فيا أخوان، أكو لاعب سجل هدف، وهذا الهدف اجى من الدفاع ومن الهجوم ومن الوسط ومن الجولتش، زين ما خلى هدف يجي علينا، فسجل له هدف. وهذا الهدف فزنا به بكاس آسيا. هذا الرجال يعني ما سوى فد شيء خارق للعادة، ترى مجرد نفذ الوعد ماله. فلا تخبصونا، رحمة على والديكم لا تخبصونا. هو لازم يسجل هدف، لازم. فيونس محمود مو خارق للعادة، هو سجل الواجب مالته، يعني خبصتونا بالهدف. يعني هو سجل هدف، هاي المنتخب صار بس إله. عدنان سجل هدف على كوريا، الاتحاد صار بس إله. ماكو هيج حكي، والله ماكو هيج حكي.